خدها مني نصيحة يا صاحبي، عف مراتك. وعفة الزوجة مش بس علاقة ومعاشرة، لأ، الموضوع أكبر من كده بكتير. كل ست وليها احتياجات غير التانية، وشغلتك الأساسية من يوم ما كتبت الكتاب هي مراتك وعيالك. انت كراجل مطلوب منك تعف مراتك بالطريقة اللي هي محتاجاها، مش اللي انت شايفه. يعني ركز في حساباتها هي، مش حساباتك انت. لو مراتك تتعف بالمغازلة، يبقى تعفها بالغزل والكلام الحلو. لو تتعف بالحنية، خليك أحن مخلوقة على وجه الأرض عليها. لو مفتاحها الكلمة الحلوة، دور على أحلى كلام في الدنيا وقوله لها. ده ربنا سبحانه وتعالى حلل الكذب بين الراجل ومراته في المشاعر وتطيب الخاطر عشان البيوت تعمر. يا أخي، ده لو مراتك تتعف بإنها محتاجة ونس وحد تتكلم معاه، سيب اللي في إيدك واتكلم معاها. بعيد بقى عن هموم العيال والأكل والشرب والمصاريف. ما تخليهاش تضطر تحكي لصاحبتها ولا لحد غريب. فضي نفسك انت واسمعها، بدل ما تدور على حد غيرك يفضلها. لو مراتك رومانسية، خليك رومانسي. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحن الناس على أهل بيته، وكان بيعرف السيدة عائشة زعلانة إمتى وراضية إمتى من كلمة واحدة. وسيدنا عمر بن الخطاب لما مراته علت صوتها عليه وسألوه، قال لهم دي استحملتني كتير، ما استحملهاش أنا شوية ليه؟ المهم هي عايزة إيه وناقصها إيه، مش أنت فاضي إمتى ومزاجك إيه. على فكرة، أنت ممكن تاخد عينيها حرفيا، بس بالطريقة الصح، بالحب، بالكلمة الطيبة. مراتك دي هي سكنك وقرة عينك، فلازم تعتني بعينك عشان ما تتعبكش. واعمل حسابك هتتسأل قدام ربنا عن عفة مراتك دي. من الآخر كده، الزوجة الصالحة دي أمان، والزوج الصالح كنز ورزق.